عادل قاسم عباس لاعب رائع جدا، هذا اللاعب رقم 10. تذكروه جيدا، تذكروه جيدا هذا اللاعب. ولاحظوا ماذا يفعل هذا اللاعب، لاعب المنتخب اليمني عادل عباس، يتلاعب بالجميع. شايف هذا صاحب القميص رقم 10 اللاعب الخطير حقيقة من خلال اللقطة الأخيرة الماضية عادل عباس. أخطر اللاعبين اليمنيين في شوط المباراة الثاني صاحب القميص رقم 10. ومن أمام أخطر اللاعبين هذا عادل عباس، هذا أخطر اللاعبين ولربما أفضلهم حتى في مباراة اليوم. الآن العناصر الأساسية تدخل وبالتالي يتلقون التحية من الجماهير اليمنية. فرصة للمنتخب اليمني، أخطر لاعبين المنتخب اليمني عادل قاسم قائد المنتخب اليمني، العنصر الأخطر في المنتخب اليمني. المحاولة عند عادل قاسم خطير هذا اليماني، حائرة. يا سلام يا سلام، مرور بشكل ممتاز، هذه الكرة والمرور الجميل جدا. عادل قاسم عباس لاعب نادي التلال اليمني، لاعب المنتخب اليمني في الكرة الماضية، وكاد أن يسجل بمهارة فردية عالية جدا بصراحة منذ دخوله، وهو لاعب متميز. يعني اليمن تمتلك مواهب رائعة. ماذا يفعل؟ هذه كرة خطيرة، هذه جول خطيرة جدا. الكرة الماضية عادل عباس. منتخب اليمن يتمتع بعناصر من امثال اللاعب اللي واضح في الصوره، طبعا اللاعب رقم 10 عادل قاسم يتمتع بسرعه في ارضيه الملعب، المهاره ايضا. شوف الكره الماضيه لكابتن المنتخب اليمني وابرز اللاعبين، لاعب عنده امكانيات تبارك الله اللي هو عادل قاسم، ينتظر مستقبل كبير، يحتاج إلى رقابة، لا يترك وحيدا. عادل قاسم هداف منتخب اليمن. اليمن عودة سريعة، كرة مرتدة، محاولة في المرور، لا مجال للتسديد يا شباب، كرة لا ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، تسديدة أرضية بتعدي إلى خارج أرضية الملعب. برافو، عرضية، تسديدة، الهدف الثاني للمنتخب اليمني. نعم، يسجل الهدف الثاني اللاعب عادل قاسم، يتقدم على حساب منتخب الإمارات. هذا أخطر لاعبي المنتخب اليمني، نتحدث عن عادل قاسم، هداف. مساحات أمام لاعبي المنتخب اليمني، جول. نعم، الهدف الأول للمنتخب اليمني. المنتخب اليمني يتقدم في التاريخ إلى النهائي، يسجل أول أهدافه في هذه اللحظات. سلام من عادل عباس، هدفين، عريس اليوم، مان اوف ذا ماتش. كل اللي انت عاوز قوله على عادل عباس. هذا عادل عباس بيتلقى إشادة الجماهير ويتلقى بقى تحية الجمهور من المدرجات، ولما لا وهو عازف الجيتار في مباراة اليوم، ويتلقى إشادة المدير الفني سامر فضل، بيقول له الله ينور عليك يا عادل. على كل لدينا الآن محاولة لمصلحة المنتخب اليمني، انطلاقة وبعد ذلك تسديدة من خلال اللقطة الأخيرة الماضية، اللي صوب كرة أولى وثانية والثالثة كانت ثابتة. بنهاية شوط المباراة الأول عادل عباس يلعب كرة لصالح المنتخب اليمني.
عادل عباس أفضل لاعب في هذه البطولة، لاعب المنتخب اليمني. تدخل طبعا كان واضح. من هذه اللقطات ستبقى عالقة في الأذهان. هذه محاولة يمنية. عباس ولكن يسجل، يعدل المنتخب اليمني. عادل عباس أفضل لاعب في هذه البطولة، لاعب المنتخب اليمني. المنتخب اليمني يحتفل هنا، يرفع الكاس ويرفع العلم، زئير لأسود اليمن. اليمن من هنا تزف الأفراح.